زي ما إحنا قُلنا الpH أو معدل الحامضية والقولوية اللي موجود في الجلايكول. خلّينا دلوقتي نتكلم باختصار شديد عن الpH ومفهومه إيه، وبعد كده نبدأ إن إحنا نطبّق الموضوع ده عملي بالنسبة للجلايكول. أنا دلوقتي عندي الscale بتاع الpH بيكون من 0 لغاية 14. لو هو 7 فده بيكون neutral زي المَيّة. طب لو هو أقل من 7 يبقى هو حامضي. طيب طول ما هو بيبعد عن ال7 أكتر وبينزل بعيد عنها أكتر بيكون حامضي أكتر. طيب لمّا بيزيد عن ال7 بيكون قلوي، وطول ما هو بيزيد عن ال7 أكتر بيكون قلوي أو قاعدي أكتر. طيب الrange الطبيعي إن هو الnormal بيكون 7. طب ماذا لو أنا عندي حاجة هو دلوقتي جيت قِست الpH بتاعها لقيته 3 معنى كده إن هو acid. طب لو جيت قِست حاجة لقيتها 10، 11 يبقى معنى كده إن هو إيه alkaline أو حاجة قاعدية. طب لو أنا محتاج إن أنا اللي هي الحاجة اللي كانت الpH بتاعتها 3 أنا محتاج إن أنا أخلّيها 7 بحيث إنها تكون neutral يبقى هي دلوقتي acid عشان أعمل لها neutralization أو أعادلها فأنا محتاج إن أنا أضيف عليها مادة قلوية بحيث إنها ترجّع تركيزها تاني لغاية ال7. كذلك برضه لو أنا عندي حاجة قاعدية عاوز أخلّيها neutral هاضيف عليها مادة acid. طيب هاضيفها بكميات قد إيه، وهاضيفها بconcentration قد إيه، ده بيكون على حسب حاجة اسمها titration أو بتبدأ إن أنت تعرف في المعمل أنت الpH بتاعتك ديّة هي كام، ومحتاج توصّلها لكام، وعن طريق إن أنت هتضيف مادة كميتها قد إيه، بconcentration قد إيه. طبعًا الحاجات ديّة كلّها بتتعمل في المعمل، ده باختصار شديد كده موضوع الpH. طيب أنا دلوقتي الpH بالنسبة للجلايكول هيأثّر معايا في إيه؟ هو بيقول لك إن الطبيعي إن الpH بتاع الجلايكول بيكون 7، 7 ده اللي هو النيوترال يعني شبه المَيّة كده بالضبط. طب هل ممكن يحصل variation أو اختلافات في القيمة بتاعة الpH أثناء ما السيستم بتاعي شغال؟ أكيد طبعًا. بيقول لك مثلًا ممكن إن الpH لمّا يبدأ إن هو يقل عن الطبيعي وده نتيجة إن وده نتيجة إن ممكن يكون في acid gases موجودة مع الغاز تبدأ إنها تختلط بالجلايكول فممكن تزوّد الحموضية بتاعته فهتقلل الpH. يبقى أنا دلوقتي محتاج إن أنا أعمل neutralization عن طريق إن أنا باستخدم neutralizer معيّن، مادة بتعادل تأثير الأسيد وبتحوّله لمادة neutral. طيب أنا دلوقتي باضيف chemical معيّن بحيث إن أنا أخلّي الجلايكول بتاعي neutral لو هو أسيد. طب هو أنا هاعرف منين إن هو أسيد؟ عن طريق إن أنا باعمل analysis على الجلايكول باخد مثلًا عينة منه وباوديها المعمل وبعد كده باشوف الpH كام واشوف أنا محتاج أضيف عليه chemical بconcentration قد إيه عشان أعادله. طب الchemical اللي أنا هاضيفه ده هيكون نوعه إيه، كميته قد إيه، الconcentration بتاعه إيه وهكذا. طب أنا دلوقتي هافترض إن الpH بتاع الجلايكول بتاعي نزل عن ال7 فهو بقى acid. إيه المشاكل اللي هيعملها؟ هيعمل لي corrosion زي ما إحنا قُلنا قبل كده. يبقى دلوقتي الجلايكول ممكن يحصل له oxidation ممكن يتأكسد، ممكن يحصل له thermal decomposition فلمّا يحصل له thermal decomposition الpH بتاعه هينزل برضه تحت ال7 ونتيجة إن بيكون في acid gases موجودة مع الغاز، هتبدأ برضه إنها تقلل من الpH بتاع الجلايكول نفسه، فهيبدأ إن هو إيه، يكون corrosive وهيزود الcorrosion rate. زي ما إحنا شايفين كده إن الimpact بتاع الpH على الcorrosion إن طول ما الpH بتاعتك بتنزل تحت ال7 وطول ما هي بتبعد عن ال7 أكتر لتحت فالacidity بتزيد، الحموضية بتزيد، الcorrosion rate بيبدأ برضه إن هو يزيد. طب إيه الrange الطبيعي من الpH؟ الrange الطبيعي إن هو بتكون ما بين 7 و7.5. طب أنا عرفت إن أنا لمّا هانزل بالpH عن ال7 هيبقى acid فهيكون عندي مشكلة. إيه بقى المشكلة لو أنا زوّدت إن خلّيت الpH مثلًا 8 أو 9 أو 10 معنى كده إن أنت بتخلّيه alkaline أكتر. طب ما هي دي حاجة كويسة إن أنا بابعده عن الacid. لأ، ما هو برضه كل حاجة ليها توابع. يعني ده الrange الطبيعي، لو قللت عنده هابقى acid هيمثّل لي مشاكل وcorrosion وبتاع. طب لو زاد عن الrange اللي هو 7.5 ده بقى 8 أو 8.5 فبيقول لك في الحالة ديّة هيكون alkaline وفي الحالة ديّة هيبدأ إن هو يعمل foaming هيبدأ إن هو يكوّن رغاوي ويبدأ إن هو يعمل emulsion أو مستحلب مع الliquids اللي موجودة في السيستم، سواء مثلًا موجود فيه liquid hydrocarbon أو free liquid water فالحاجات ديّة ممكن تعمل emulsion أو تعمل foam. الحاجات ديّة طبعًا كلّها بتعمل مشكلة أو كبيرة جدًا في السيستم بتاع الdehydration بتاع الnatural gas. يبقى أنا محتاج إن أنا أحافظ على الconcentration أو أحافظ على الpH بتاع الجلايكول بحيث إن هو ما يزيدش عن 7.5 وما يقلّش عن 7.
طبعًا هنا هو بيبدأ إن هو يكلمك على النيوتراليزر اللي هو بيبدأ إن هو يستخدمها، بعض الchemicals اللي هو بيبدأ إن هو يستخدمها بحيث إن هو يعادل التركيز أو يعادل الpH بتاع الجلايكول. طبعًا هو هنا بيقول لك إيه، بيقول لك وأنت بتضيف النيوتراليزر ده بتضيفه بكمية بحذر، بحيث إن أنت لو زوّدت الكمية ديّة زيادة عن اللزوم، فأنت كده حطيت neutralizer too much زيادة عن اللزوم، وده هيعمل لك sludges، هيعمل لك تكتلات، وكذلك برضه هيبدأ إن هو يعمل لي foaming وemulsion زي ما إحنا قُلنا قبل كده. والموضوع دوّة بيتم إدارته إزاي؟ بيقول لك إن الsludges اللي بتبدأ إنها تتكوّن دي بتتكوّن نتيجة إن أنا ممكن أضيف جرعة زيادة من النيوتراليزر، فيبدأ الcalinity بتاعة الجلايكول تبدأ إنها تزيد، تبدأ إنها تكوّن لي تكتلات. التكتلات ديّة لو أنا ما قدرتش إن أنا أديرها بشكل سليم، هتبدأ إنها تسد لي الخط بتاعي، سواء الequipment نفسها، الregenerator، الفلاتر، الكلام ده. عشان كده أنا محتاج إن أنا أعمل filter maintenance لمّا باضيف النيوتراليزر، لإن أنا لمّا هاضيف النيوتراليزر ممكن يتكوّن عندي sludges، فالsludges ديّة ممكن تسد لي الخط، فأنا باحط فلتر بحيث إن أنا إيه، أعمل capturing للsludges ديّة. في الحالة ديّة أنا كل شوية لازم أعمل check على الفلتر بحيث إن أنا أبدأ إن أنا أغيّر الelements بتاعته بحيث إن هو يبقى سليم، إن هو بيقدر إن هو يفلتر الجلايكول من الsludges ومن المواد الsolids اللي بتبدأ إنها تتكوّن.